والله أحكي لك، احنا عانينا من 2003 لليوم، جتنا برامج، والبرامج ما أعرف هي بدايتها عنوانها حقيقي، لكن بعدين بالتطبيق صار خلل. يعني بدأوا المجاهدين ضد الاحتلال، بعدين تطور صارت ناس نقتل الناس العراقيين، بعدين جانا ورا هاي البرامج جانا تنظيم القاعدة، ورا قاعدة جت داعش. يعني المفروض هسه العراقي يوعى انه ترى الغاية احنا ناس نقتل ناس، يا عراقيين المقابر انترست، السجون انترست. يعني المفروض كافي بعد اللي يجينا يحكي لنا بالطائفية، او يحكي لنا بالاحتلال، او يحكي لنا بامور اخرى. اشوف الاحتلال بالبداية 2003 كان مرفوض، بعدين قمنا العراقيين، هسه اخاف اكو ناس تزعل، قمنا نتغالب يا اهل يروح يدق باب السفاره الامريكي. الله يخليك يا استاذنا. فالمفروض هسه احنا نجيب العراقي اخ للعراقي، روح صير سني، صير مسيحي، صير شو تريد تصير، يزيدي صبي اي شيء، بس لا تحلل قتلي ولا احلل قتلك. اختلافنا في الاراء اليوم 1400 سنه، بس لا نوصل الى مرحله القتل. يعني انا اقول الدم، دم العراقي دم عزيز، المفروض مو بهالسهوله هذه. يعني اليوم هسه انت يا قريه للطب لها ما راحوا من عندها قتلى، سواء منهم اللي راح ضحايا الارهاب، او منهم راح ضحايا الثار العشائري، او ببرامج اخرى، او التفجيرات اللي بالشارع. هسه ما تقول لي هو هسه شنو هذا اللي يستفاده، اللي يفجر سيارات بالشارع، او يفجر جامع، او يفجر مثلا مستشفى، او وردينا النوب نقتل على الهويه ونقتل على المذهب، او اللي قتل غادر. ويمكن هسه الله يعلم وين تلقيه بيا دوله من دول العالم. على كل حال احنا مع هذا نقول ان شاء الله تهدأ الانفس، وبعد العراق يصحى، ما يلعب بسهل مثل البرامج اللي مرت بينا من 2003 الى اليوم. جميل. الشيخ محمد باقر السهيل، امير قبيله بني تميم. ابو خميس، شكرا جزيلا لك ولحضورك ولنصائحك، شكرا. نعم. الله يخليك ويسلمك، متفضل. ويحفظك. شكرا الشيخ ابو خميس محمد باقر السهيل، امير قبيله بني تميم. شكرا جزيلا لك ولنصائحك، وطبعا خصوصا النصيحه الاخيره اللي وجهت الى